بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبتي في قناة مطبخ ليان كيتشن. اليوم راح ندير معاكم بإذن الله تعالى تحلية الكراميل والموز بكريمة ما شاء الله. نتمنى تنال إعجابكم وتجربوها في هذا الفيديو إن شاء الله. وشوفوا قوامها ما شاء الله كريمي ما شاء الله، والله صدقوني غير يعني تحلية رمضانية لسهرات رمضان إن شاء الله. ورمضان على الأبواب، ما بقالوش يعني بزاف. وديروها في أي سهرة، في أي وقت تحبوا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الطبقة الأولى والطبقة الثانية وطبقة الموز. نبداو على بركة الله. هنا في إناء في كسرول نحط كاس سكر، نحطه ونخليه على نار هادئة حتى يذوب هذاك السكر ويصبح كراميل. هنا ما نحركوهش، وهنا شوفوا بدا يذوب معنا السكر تاعنا. هنا ما نحركوش، ماذا بينا غير نخلطه شويه برك. هنا نستعينوا بتحريك الكسرول تاعنا. وشوفوا هنا بعد ما ذاب السكر نضيف له ملعقه من الزبده ونحرك مليح جيدا حتى نذوب هذيك الزبده. وهنا بعد ما ذابت الزبده نضيف كاس الا ربع من الماء عادي بارد من الحنفيه، ونخليه يذوب. شوفوا هنا راهو يدير لكم كتله واحده، ما تخافوش، خليوه على نار هادئه خلاص. وهنا شوفوا بعد ما ذاب لي هنا اصبح سائل. هنا نضيف ربع كاس ماء فيه ملعقه من النشا. هنا الصوره موضحه. ونخليه يغلي حوالي دقيقه فقط او اقل، ونطفي عليه النار. هنا يكون صوص كراميل تاعنا جاهز، لانه تبداو به هو الاول، لانه حنضيفوه في الطبقه الاخرى ولازم يكون برد معنا الكراميل تاعنا. راح نضيفوه في الطبقه الاخيره ولازم يكون دافي فقط. هنا شوفوا صوص كراميل تاعنا بعد ما وجد. هنا راهو مازال سخون، هنا كي يبرد راهو يثقال. هنا نبداو نولوا الكريمه تاعنا. الكريمه واش نحتاجو؟ 2 ملاعق من الزبده، ملاعق اكل بطبيعه الحال، لتر من الحليب، كاس سكر، كاس طحين اي فرينه، لاروم، الموز. نحط هنا الكاسرول تاعي فوق النار. هنا شوفوا الزبده تاعي بعد ما ذابت. نضيف لها كاس فرينه. وهنا ضفت رشه الملح للامانه، ونسيت باش نقول لكم للكراميل وللكريمه رشه فقط. هنا شوفوا بعد ما تلمت لي الفرينه مع الزبده كتله واحده، نضيف لتر من الحليب. وديما على نار هادئه ونستمر في الخفق. وهنا نضيف كاس من السكر. شوفوا الكاس اللي تستعملوه في الاول هذا كله تبقوا تكملوا به نفس المقادير كامل. وهنا نستمر في الخفق حتى تتكون لي كتله واحده تختار تصبح كريمه. وهنا نضيفوا لها قليل من الكراميل هذاك حوالي 2 ملاعق، باش تعطينا نكهه مليحه ثاني، تعطينا ذوق ما شاء الله. جربوها البنات، ما تنساوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا نضيفوا لها
لاروم تاع البنان اختياري، تحبوا ما تضيفوش ما تضيفوش، ضيفوا قليل من لافاني فقط. هنا ما توفرتش عندي صراحة لافاني، توفر عندي غير لاروم تاع الموز، مع انه هي تحلية فيها الموز قلت ندير لاروم موز. وهنا شوفوا بعد ما تدير فقاعات، اول فقاعات تديرها تطفيه. هنا نجيبوا المول تاعنا، نحطوا فيه قليل من الماء شويه برك، حوالي 2 مراق، باش نتفاداو انكسار المول تاعنا. ونفرغ، نسوي لها السطح. وهنا نجيبوا عندي 2 حبات من الموز، قصيتهم ديرونديل، ونعدلهم في السطح تاعهم. هنا تحبي ديري تفاح، تحبي ديري الايجاص، تحبي ديري البرتقال، اي فاكهة عندك تحبي ديريها. هنا بعد ما كملت الطبقة الثانية، هنا نضيف صوص كراميل هذاك. هنا شوفوا صوص كراميل تخدموا به اي حاجة عندكم. شوفوا صوص كراميل هذا وناجح 100%، ما شاء الله. وهناك تحبوا القوام تاعو اثقل من هذا، في البداية حطوا نصف كاس من الماء فقط، ما تحطوش كاس كامل، نصف كاس يجيك مليح في وصفات اخرى. لكن في هذه الوصفة ديروا كاس كامل باش تجي كريمية كاملة. وشوفوا بعد ما كملتها جات ما شاء الله، شوفوا الطبقات جات والله تشهي ما شاء الله. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. وهنا في الاخير زيدتها بفول سوداني اي الكاوكاو، حمصته وطحنته. هنا التزيين يبقى اختياري، تحبوا ما تضيفوش ما تضيفوهش. هنا كان متوفر عندي ضفته. اللي عنده اي مكسرات عندك ضيفيها، ما عندكش اكتفي بالموز وصوص كراميل فقط. جربوها البنات ما تندموش. واللي يحب يديرها في ليفيغين فرديه ديروها، ما كان حتى مشكل، كل واحد يدي ليفيغين تاعو. شوفوا ما شاء الله كريميه روعه روعه، ادمان حقيقي والله، ادمان حقيقي ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة في فيديو لاحق. ما تنسونيش بالدعم والاشتراك، خليوا لي لايك، وفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. خليوا لي تعليق مليح مثلكم أحبابي وأصدقائي. وفرصة لاحقة إن شاء الله، واللي دخلوا جدد مرحبا بهم، وألف ألف مرحبا. وما ننساش حباباتي وأصدقائي الوفيات، مع السلامة في أمان الله.